السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في تول جديدة من أدوات الفوتوشوب، وهي ميكسر براش تول. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن البراش تول والبنسل تول والكولر ريبليسمنت تول والميكسر تول والميكسر براش تول اللي هي اختصارها بي من الكيبورد. طبعا مش هنقول حاجة جديدة في الخصائص بتاعتها إلا إذا إحنا هنشرح القايمة بتاعتها دي، الأدوات بتاعتها دي. هي عبارة عن أداة بتخليك تدمج الألوان، أكنك ماسك فرشة وبتدمجها، أكنك ماسك فرشة وبتدمجها بالألوان التانية. فهي مثلا لو عندنا ألوان وعايزين ندمجها هي زيها زي الألوان العادية. لو عندك أصفر وعايز تدمجه مع أحمر، لو عندك أخضر وعايز تدمجه مع أزرق، وهكذا. فكل اللي احنا هنعمله طبعا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، هندوس على Alt وكليك يمين، نفضل ضاغطين عليه علشان يصغر. لو رحنا يمين يصغر، لو رحنا شمال يكبر، لو طلعنا فوق بيخفف الحدة بتاعته، لو نزلنا تحت بيتقل الحدة بتاعته. فاحنا هنخليه الحدة بتاعته تقيلة ونصغر البرش بتاعتنا. هنيجي بقى لشريط الإعدادات بتاعة ميكسر براش تول. مبدئيا كده هنختار ويت لايت ميكس، وهنبدأ نختار، نقلل الفرشة بتاعتنا شوية، وهنبدأ نختار مجموعة ألوان من اللي عندنا. مثلا نروح هنا ونقول له مثلا عايزين اللون الأحمر أهو، تمام، ونروح ضاغطين ضغطة. هنبدأ نختار اللون ده، وبعد ما اخترنا ويت لايت ميكس هنبدأ نحط شوية لون من اللي احنا اخترناه هنا. بعد كده هنختار لون تاني، ولنفرض ان هو الأخضر، نبدأ نحطه تحته تاني. هنحط اللون هنا، ماشي. وبعد كده هنختار لون تالت، ولنفرض هنخليه مثلا اللون الأزرق، ونحط شوية لون هنا. طيب ننتقل بقى للشريط الخصائص بتاعة الميكسر براش تول. اما بندوس هنا بيختار لنا الفرشة بتاعتنا. ونلاحظ كويس قوي ان احنا واحنا بنختار ممكن يختار لنا اللي هي البراش تول نفسها، يختار لنا البراش تول نفسها اللي هي دي، اللي هي الاولانية دي. نلاحظ في اختيارنا هو بيختار ايه. طبعا انا هختار الاولاني هنا زي ما قلنا قبل كده، ان هي دي اللي هي اكتر هاردنس، الهاردنس بتاعها عالي، والسايز بتاعها على حسب ما احنا نختار، ودي الهاردنس بتاعها بيبقى قليل وعلى حسب برضو ما احنا نختار. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة بالنسبة لنا اللي هي دي، اللي هي البروبرتيز بتاعت الفرشة نفسها. بتظهر لنا البروبرتيز اللي هو السبيسنج، لو عايزينها على خط مستقيم كده مفيش أي مسافات، ولو عملناها كده بتبقى في مسافات متباعدة بين كل نقطة والتانية احنا هنعملها، والخصائص بتاعتها. تالت حاجة بنتطرق لها اللي هي دي، فيها سهم من على الجنب. طبعا ده اللون اللي احنا اخترناه، وفيها سهم من على جنب. لو ضغطنا على السهم هيقول لي لود برش. لود برش معناه ايه؟ ان انا حطيت الفرشة بتاعتي في اللون، تمام. فانا عملت كده، فهو هيجيب لي اللون اللي انا حطاه هنا. مثلا نختار لون اسود واهو، وانا قلت له هنا لود برش، فهو يختار لي اللون الاسود. فانا لو عملت كده هو هيزود لي اللون الاسود بتاعي. طيب كنترول زد ونرجع. بعد كده الكلين برش. الكلين برش انا لو عملت ايه معناها ان الفرشه بتاعتي نظيفه، ان هي ما فيهاش اي لون، ان انا ما حطيتهاش في الباليته بتاعتي في اي لون. تمام. علشان نشتغل في ساعات كتير قوي بيجي الديفولت بتاعي ان هو بيبقى على الكلين برش، فانا مش عارفه اشتغل. تمام. اول ما بضغط كده هو بياخد لي اللون الابيض، فانا لو عملت كده هيعمل اللون الابيض معايا على حسب الخلفيه. لو الخلفيه فاضيه مش هيسحب اي لون معايا. تمام. فانا هعمل لود برش، فهو جاب لي اللون الاسود،
وانا اخترته واقول اوكي تمام، واروح عامله كده علشان يسمع اللون معايا. تالت حاجه لود سوليد كولر اونلي، يعني بياخد السوليد كولر مش الحاجات اللي معمول لها ميكس، اللي هي كذا لون مع بعض وخلاص. تمام. طيب انا اخر لون بالنسبه لي انا كنت عاملاه اللي هو اللون الازرق. لو حبيت ان انا اعمل كده فهو بيدمج لي الالوان اللي هو الاخضر مع الازرق، بيدمجها لي بالمنظر ده. طيب لو قللنا الفرشه شويه ماشي، وجيت رحت عملت نفس اللون الازرق اللي انا واقفه عليه مع الاحمر، هيدمج لي الاتنين مع بعض اكنها باليته بالظبط وانا بدمج الالوان مع بعض. طيب انا اخر لون بالنسبه لي كذا، فانا ممكن اغير بعد كده اللون اللي انا عايزاه ده. يعني انا عملت له دمج اهو مع بعضه مع الاخضر تمام، ولو قمنا بالضغط عليه، لو قمنا بالضغط عليه هياخد لي اللون. لو قمنا بالضغط على في المسافه بين الاخضر والازرق اهو كده، اخد لي اللون المماثل بينهم. فانا لو عملت كده هيرسم لي باخر لون انا اتحركت فيه. تمام. طيب لو دوسنا على السهم تاني ورحنا اللود وضغطنا Alt تمام، ومثلا وقفنا على اللون الأحمر تمام، وجيت أرسم، هيرسم لي باللون اللي أنا ضغطت عليه بس. ولو ضغطنا على الأخضر أهو هيرسم لي على اللون اللي أنا ضغطت عليه. Alt وضغطنا على الأزرق هيرسم لي باللون اللي أنا ضغطت عليه. كنترول زد، كنترول ديليت، هيمسح لي كل اللي أنا عملته. كنترول زد ارجع، وكنترول زد بس اشيل الحاجات الزياده اللي انا عملتها. هنغير بعد كده ونعمل بدل ما هو ويت لايت ميكس هنخليه دراي. تمام. وعندنا الاختيار ده اللي هو تحميل الفرشه بعد كل ضربه، اللي هو آه الحركه دي معناها ضربة، يعني كل نقرة على الماوس، كل ضغطة على الماوس بيحمل لي الفرشة تاني. طب أنا لو عملت كده محمل معايا الفرشة أهو، محمل معايا الفرشة، معناها إيه؟ إن أنا أكني بجيب الفرشة بتاعتي وأروح غمساها أو أروح دهناها أو حاطة فيها لون أزرق وأرجع أسحبها هنا تاني. تمام. ده معنى أول اختيار. طب أنا لو شلت الاختيار ده أهو لحد ما بيخلص معايا، ما بقدرش حتى لو انا ضغطت كذا ضغطة تاني بعدها ما بقدرش ان انا اكمل تاني. كنترول زد علشان يرجع لي. تمام. يبقى لو ضغطت كده كل ضغطة بالنسبة لي لحد ما اللون يخلص معناها ان انا اول ما بخلص اللون اقدر ارجع استخدمه تاني. تمام. لكن لو شلتها هي اول ضغطة بس بضغطها لحد ما اللون بتاعي يخلص، وبعد كده ايه؟ بعد كده ما بقدرش الون تاني الا لما اختار الضغطة دي او اختار الاوبشن ده. طيب بالنسبة للاختيار التاني ده معناها ان انا بغسل الفرشة بتاعتي بعد كل لون بستخدمه. فانا لو عملت كده مش هيعمل لي حاجة. لو وقفت على اللون الأحمر وقعدت أضغط عليه وجيت في الحتة الفاضية دي علشان خاطر ينقل لي اللون، مش هينقل لي اللون. ليه؟ علشان أنا على الوضع دراي. طيب لو عملت الوضع ويت ورحت أخدت اللون ده وسحبته كده، بص هيسحب معايا اهو، سحب معايا، سحب معايا. طيب ده اهو سحب معايا، سحب معايا نفس اللون، وهكذا. كنترول زد عشان نرجع. طيب ليه اشمعنى اما انا اخترت ويت بقى الدنيا معايا كويسة ان انا اقدر اسحب واخد اي لون انا عايزاه من اي حتة؟ ويت معناها ان انا اخدت اللون وبليت الفرشة، يعني خليت الفرشة مبلولة، فاي حاجة هعملها اكني بالظبط ماسكه فرشه مبلوله فيها ميه وعماله ادمج اللون بتاعها كويس. تمام. طيب زي ما احنا قلنا ان انا اقدر اختار بين دراي دي يعني الفرشه بتاعتي
ناشفه وويت، والفرشه بتاعتي فيها ميه. طيب انا اقدر اختار حاجات معينه ليا من خلال الاختيارات اللي جنبها اللي هي ويت ولود وميكس وفلو، واقدر اخليها كاستم، حاجه خاصه بيا انا. فهبقى هشرح لكم دلوقتي ايه هما الاختيارات دي. طبعا الويت دي نسبة المية اللي في الفرشة، احنا غمسنا الفرشة بتاعتنا، نسبة المية اللي في الفرشة قد ايه، فانا خليتها مثلا 50%. طيب انا لو قللتها وجيت مثلا اسحب كده مش هلاقيها بتسحب معايا، معنى كده ان انا خليتها دراي. طيب انا لو زودت شوية مثلا خليتها 23، بدأت تسحب معايا، بس الفرشة ما بتسحبش قوي زي الاول علشان خاطر نسبة البلولة فيها او نسبة المية فيها قليلة. طيب لو زودتها مثلا ل 70 اهو هتلاقيها بتسحب اكتر معايا. لو خليتها 100% بتسحب معايا كويس. ده بالنسبة لويت. لود، كلمة لود معناها اني الفرشة انغمست قد ايه. طيب انا لو الفرشة بتاعتي مثلا سقطتها شوية في اللون، حاجة بسيطة قوي اللي هو لمست اللون، فهتسحب معايا واللود بتاعها مش هيكمل معايا وقت طويل. نشيل الاختيار ده ونخلينا في ده. طيب انا لو كبرت اللود شويه وعملت كده اهو اهو اهو، بصوا مشيت معايا شويه، ده نسبه اللود بتاعي. طيب انا لو كبرت اللود زياده اهو، بصوا سحب معايا اهو اهو، تمام. طيب انا بالنسبه لي لو عملت اخترت اللون، لو جيت اخترت اللون مثلا خليته على اللون الأحمر اللي احنا شغالين بيه، وخليت قيمة الويت 100%، ماشي. بصوا اللون عامل ازاي. ولو جيت قللت اللود على الآخر وخليته كده، بصوا الفرق. الفرق بين الاتنين ايه؟ دي فيها ميه، تمام، اللون ده فيه ميه فعامل لي كده، واللون ده انا واخداه كله من اللون الاحمر ومش حاطه عليه اي ميه، فعشان كده اداني مور هاردنس، اكتر حده واكتر الوان، علشان فرق بينه وبين الويت، تمام. هنيجي بقى نتكلم عن الخاصية ميكس. الخاصية ميكس دي اللي هي ميكس الألوان، إن أنا بعمل مزج للألوان. طبعا ميكس مش هتشتغل معايا لو أنا مش مفعلة أو مش حاطة مية في الفرشة، أو فيها الفرشة نسبة مرونة معايا اللي هو الويت، تمام. فزي ما احنا شفنا أول ما عليت الخاصية بتاعت ويت الميكس بتاعتي اشتغلت. فأنا لو جيت وقفت هنا واشتغلت كده هتلاقيه ان هو ايه؟ بيخلط. طيب بما ان اخر لون بالنسبه لي هنقول له لود، اللي هو اخر لون اللي هو الاحمر، واعمل ميكس كده، بصوا ده بنسبه 50% اللي هو بيخلط لي الازرق مع الاحمر. طيب انا لو قللت شويه وخليت الميكس 4%، بصوا ايه اللي هيحصل. نرجع كنترول زد، بصوا هيخلط لي الازرق اكتر من الاحمر، تمام. طيب انا لو عليت الميكس لحد 100، عملت كنترول زد، بصوا هيخلط لي الازرق، سوري، اول مره لو لو خليتها على 4% مثلا ولا 1%، هيخلط لي اللون اللي في الخلفيه اللي هو اللون الاحمر اللي انا واخداه، تمام، وهيبدا يظهر معايا مع الازرق. تاني مره لو عملنا ميكس لحد الاخر هيخلط لي اللون الاساسي بتاعي اللي هو اللون الازرق. الازرق هو اللي هيبقى طاغي، كنترول زد اهو، الازرق هو اللي هيبقى طاغي. فانا بالنسبه لي مش هخلط اللون اللي هو في الخلفيه اللي هو اللون الاحمر. طيب هنيجي بعد كده لخاصيه فلو. خاصيه فلو اللي هي كميه تدفق اللون. طيب انا عندي اللون هنا اللي هو اللود برش الاحمر، لو عملت كده علشان طبعا الويت اهو،
نعمل كده. قيمة اللي هي الفلو لو كبرنا القيمة هتبقى زي ما احنا شايفين كده أكبر حاجة. طيب لو صغرنا القيمة بتاعتها هتبقى شفافة. لو انتوا شايفين معايا انها شفافة، بصوا لو كبرنا القيمة شوية بصوا ماشية معايا انها شفافة. لو صغرنا القيمة خالص هتبقى شفافة. الاختيار ده معناه اللي هو عامل زي اختيار البخاخة. لو احنا اخترناه واخترنا اللون بتاعنا اللي هو مثلا الأحمر، ماشي، ووقفنا كده وقعدنا نضغط كذا مرة، فتحنا صفحة جديدة، ولو اخترنا اللي هو الفلو واللون بتاعي الأحمر وقعدنا نضغط عليه كذا مرة بنلاقي اللون تقل معايا. كنترول دي أو كنترول باك سبيس عشان نلغيها. طيب عندنا خاصية هنا سموثينج اللي هو احنا نعلي أو نوطي. طيب احنا كده عرفنا الخصائص بتاعتنا اللي فوق. طيب عشان نطبق تدريب عملي لينا، عندنا الشكل ده كده احنا ممكن نعمل واقفين على نفس الخط وندوس Alt ونضغط على الشكل اللي احنا واقفين عليه. طبعا لازم تبقى على هاردنس تمام، ونعمل لود برش ونشيل دي ونعمل Alt ونعملها دراي. هنقول له لود، نقول له لود برش، نختار اي لون كنترول زد Alt واخترنا الشكل ده. طبعا لازم نكبر الشكل شوية. لو عملنا كده كنترول زد Alt ونختار الشكل بتاعنا ونقدر نسحبه زي ما احنا عايزين. طيب وعملنا كده نقدر نسحبه بنفس اللون. طيب Alt وعملنا كده نقدر نسحبه. طيب Alt وبنفس اللون بتاع البنطلون الجينز، وهكذا 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 نقدر نعمل الشكل اللي احنا عايزينه. طيب تعالوا نجرب حاجة بسيطة كده للولد ده. هناخد مثلا من الشكل هنا كده وهنروح ساحبين كده وجايين له كده. طبعا اللون خلص معانا هنا علشان خاطر اللود مش 100%. نعمل كنترول زد ونرجع تاني Alt، نروح ضاغطين كليك شمال ونروح ساحبين كده كده كده، نروح قافلينها كده. طيب احنا عملنا حاجة غلط. طبعا لازم نقول نضيف لاير جديدة، ونروح واقفين على اللاير الأساسية كده ونروح واخدين اللون Alt ونروح ضاغطين كليك شمال، نروح واقفين على اللاير الجديدة ونروح ساحبين كده. تمام. طيب احنا بالنسبة لنا اللاير الجديدة، اللاير القديمة عايزين نعمل سيلكت للشكل ده للولد اهو. select and mask لا، هنخلينا select بس اهو. select subject هيختار لنا الولد. تمام. select subject هيختار لنا الولد. طيب انا ممكن اعمل هنا اهو كده واروح مسحه الولد من على الشكل ده بحيث ان هو يديني الشكل اللي انا عايزاه من ورا. طيب لا، انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه اعمل حاجات معينه فيها. يعني مثلا هنا اهو هاجي على المساحه او الاستيكه واروح مسحه ايده كده بحيث ان ايده تظهر من الحته دي.
طيب حاجة تانية، الكاب بتاعه او الايس كاب اللي هو لابسه اهو، وتحديد المسح من تحديد الحاجة اللي انا عاملة لها سيلكت اهو، اهو كده ماشي اهو، بحيث ان الولد اكنه طالع من الخط اللي انا رسماه، ايا كان بقى الخط اللي انا عاملاه انا عايزاه هو طالع منه. طيب عايزين نعمل رجله دي اهي، انا حددت ليه؟ علشان خاطر ما يدخليش التحديد، ما اتلخبطش في التحديد بينه وبين حاجة تانية. طيب انا مثلا عايزه اظهر ايه كمان، هنخليه كده. طيب احنا ممكن نخلي رجله، لا نسيبها ماشي. طيب نخلينا كده، ونخلي مثلا نظهر الجزمة بتاعته دي اهو ماشي. ده الشكل اللي انا ممكن اعمله. طبعا في اشكال كتير انا ممكن اعملها